بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير ان شاء الله. شايفين بقى شوية الفول اللي انا عملتهم دولت؟ عسل. ربع فول. بصوا عمل قد ايه لما صلى على النبي، وعليهم كبشة فول مدشش. شايفين الفول عامل ازاي؟ زي الزبدة. شايفين اهو؟ زبدة. اعمليه في البيت كده بيبقى احلى. ده ربع فول، ده ممكن اقل كمان شويه عشان انا خدت بالبركه من نص كيلو كده. شايفين؟ ده ربع فول وعليه شويه فول مدشش، يعني حبه بتاع 3 معالق فول مدشش او معلقتين كمان. شايفين لونه ايه؟ عايزه تحمريه تخليه احمر، حطي له شويه بابريكا، بس هو الطبيعي بتاعه هو ده. حلو قوي. احنا النهارده ناكله فول بقى تحبيشه كده، يعني كنا يومين حاجات شوربه ورز وحاجات من ديت وطبيخ. لا المره دي النهارده بقى ايه؟ هناكله اكله تحبيشه كده تبقى حلوه بتاكل. انا هسيبه ايه وفي الحله عاملاه. شايفين؟ بغطيه كده من تحت بورق من اللي هو ده علشان يكبس عليه، واي غطا تروح حطاه. شايفين؟ بيستوي يروح زبده بس بالليه قبلها بساعتين. وهنا عملت شوية بدنجان، قليت شوية بدنجان على قرنين فلفل، وهعمل كده ايه شوية خل كده عليهم ولا حاجة. هتفرجوا بقى تبقى طعم أكل عسل النهاردة. اتفرجوا عليها كده هتعجبكم قوي. انا حطيت الزيت اهو، شوية الزيت اللي فضلوا من البدنجان، مخش زيت ياما والله. اه تمام. ودقة توم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد شوية توم كده من اللي انا دقاه. اه من دقتهم ياما طعمه جميل. وهشوحهم بس كده شوية. شوفوا هنعمله ايه بقى. اتفرجي بقى على احلى شوية يعني تحسبيه بقى ايه بدنجان بالخل، تحسبيه بدنجان بالطماطم، دي تحسبيه بقى، بس بتبقى اكل بيبقى طعمه جميل كده بصراحة على البدنجان. انا بحبه كده عشان تعرفي ايه، لو جيتي تغمسي يبقى طعمه حلو. انا هسيبها بس تحمر سنة صغيرة كده كتير. حبايبي حطيت شوية كمون، حبة صغيرة خالص اهو، بس انا حاطة للتوم ملح. وهنا الخل اهو معايا، هحط كده الخل. مخرطة طماطماية واحدة بس، هي الكبيرة بس هحطها. اكل النهارده حاجات جميلة. يا سلام يا سلام، احلى من اللحم والفراخ بقى. الواحد بطنه وجعته من الكلام اللي هو اتعمل يومين دولت فراخ. انا بصراحة يعني احس كده ان انا ما باكلش لما باكل فراخ. لما باكل الاكل دوت احس ان انا يا سلام احلى اكله. مقطعه الطماطم حتت كبيره عشان عايزاها تبقى ايه على وش البدنجان كده. انا اصلا ان انا اقطعها كبيره. فراجع احلى اكله بقى النهارده ان شاء الله. مش هحط لها ندعه ملح بس عشان طبعا الواحد ما بيدوقش الاكل، فحط لها ندعه ملح صغير. شايفين حبايبي؟ انا طفيت عليها هي، تحطها بس على الوش كده اهو علشان خاطر ايه تطعموا بقى شويه الخل بالطماطم. اتفرجي بقى على احلى شويه بدنجان اعمليهم بنفس النظام ده وتقولي صح الكلام. ريحه الخل طالعه ايه. شايفين حبايبي؟ احلى شويه بدنجان. يا سلام يا سلام يا سلام على الطعم بقى. بدنجان ابو خله ده. بس ولقيت عندي بقى حته فلافلايه هي كمان في الفريزر، والليمون اللي كنت عاملاه معصفر طلعت منه شويه. وهعمل الخلطه بتاعت لما صلى على النبي الفول. هعملها بطريقه جميله هتعجبك. اعمليها كده على طول بقى، يعني اعملي الخلطه وشيليها عندك في التلاجة، ولما تيجي تعملي فول اعمليها.
شايفين حبايبي؟ بصوا دول دي معلقتين اتنين طحينة. تمام. حطيت عليهم كوبايه الا ربع كده ميه وفكيتهم بيهم اهم عشان بس المكان. وفكيتهم بيه وحطيت عليهم معلقه صغيره خالص كزبره. وهنا احط معلقه كمون برضو صغيره اهو. واحط شويه خل صغيرين. عايزه تحطي ليمون حطي. بس هي دي بقى ايه، اتفرجي على احلى خلطه بتاعت الفول. شيليها بقى عندك كده وايه، ولما تيجي تحطي الفول حط على الوش بقى. اتفرجي بقى على احلى شويه فول واطعم شويه فول بقى. وبعدين ده انت كمان عاملاهم بايدك، يا سلام. دلوقتي افضيهم في كوبايه واشيلهم من الطبق خالص. شايفين تخينه ازاي؟ معلقتين حطيت عليهم يجي كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع ميه سخنه. شايفين تخينه ازاي؟ لما صلعنا بالطحينه اللي كنت عاملاها بس خلصت للاسف. ان شاء الله هعمل تاني. هجيب سوداني واجيب سمسم، عندي سمسم. هجيب سوداني واعملها ان شاء الله. بصوا جميله ازاي، بتنفع في البيت، حلوه قوي. دي الخلطه بتاعت الفول. هنخلص خالص واما اجي الفلافل كمان هوريكي بقى الاكل العظمه النهارده دي. تعالوا شوفوا بقى حبايبي عملنا ايه. الفلافل اللي هي حطيت لها ندعه كربونات صغيره وشويه ملح وشويه كزبره، كزبره ناشفه. شايفين بقى جمالها؟ والله العظيم الفلافل دي معموله بقالها عن شهر في التلاجة، بس محطوطه في الفريزر طبعا اهو. شايفين؟ انا شغاله اهي. هاخد كده بالمعلقه اهو. شايفين حبايبي؟ اهي واحطها كده بس بالمعلقه اهي. اكله النهارده عظمه، كلها تحابيش كده وجميله. اتفرجوا بقى على احلى شويه فلافل. انا بعملها في طاسه صغيره ما تعيبوش عليها، لان الطاسه دي والله كانت تيفال يا جماعه، بس هي اسمرت بقى من حواليها كده، بس من تحت بيضه اهي زي ما انتوا شايفينها الطاسه. علشان ما احطش زيت كتير يعني، وتبقى الزيت الفلافل تبقى عايزه زيت فوقيها وتحتيها. فطبعا حطوا على قدنا زيت بس في حاجه صغيره، بحيث ان انت ايه الفلافل تتقلى معاكي حلو. ادينا حطاها هي بتتقلى، اديها اوريها لكم. شايفين الاكله اللي تفتح النفس بقى؟ بصوا ادي الفول هنحط عليه الخلطه اللي وريتها لكم. اتفرجي بقى على احلى خلطه بقى دي اللي عملتها بالطحينه اهو. وادي البدنجان اهو، اللهم صل على النبي. وقلينا بطاطس وعملنا الفلافل، وعندنا ليمون بقى اصفر اهو. بصوا جميل ازاي، كل حاجه جميله ازاي. يلا المغرب قرب يبدا. انا فاضل الفلافلتين اتنين هنكمل قلينهم اهو اهو. اتفرجوا الجمال. بصوا احلى شويه بقى فول. هات شويه ملح يا جماعه، حطينا الزيت لسه على الفول كمان. اتفرجوا بقى على الجمال. عايزه تدهسيه بقى بالمعلقه دهسيه، يعني عايزاه مدهوس ماشي، عايزاه كده ماشي، بس هو كده يبقى طعمه احلى صراحه. انا هحط له كمان ده عشان لسه ما عليهوش ياما. بصوا الجمال بقى. شويه زيت بقى كده، شويه زيت تفتح الازاز دي، وشويه ملح. هات شويه الزيت. حبة مش ياما، هو زيت عادي يا جماعه، ما عندناش الا الزيت ده، حاجه بسيطه كده اهو. يا سلام يا سلام على شويه الفول. عايزه تحطي بقى شطه، عايزه تحطي خضره، اللي انت عايزاه حطيه، بس احنا كده يعني بنكتفي بيه كده، نحط الملح وخلاص. الفلافل كلها اتعملت اهي خلاص. اللهم صل على النبي. واكل عسل النهارده، تحابيش بقى كده، اوعى دراعك. سلام يا سلام يا سلام.
والله يا جماعة بتبقى أحلى من اللحمة، والله مش كل يوم لحمة يا جماعة، ورمضان مش عشان الطبيخ وبس، رمضان زيها وزي الأيام العادية يعني، مش لازم أكل من اللي بالكوا فيه ده. الناس اللي على قد ظروفها بتاكل أي حاجة وخلاص، وكله نعمة من عند ربنا. هو مدخل البطنة تقول لك كلت بط ولا كلت فراخ، كله بيتاكل. يلا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين وتقعدوا لها بخير يا رب. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.